صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. النهارده هنعمل اكله سهله وبسيطه وفي نفس الوقت طعمها خطير وكمان اقتصاديه جدا، واهم حاجه هي ما بتاخدش وقت في المطبخ. انا مكمله معاكم سلسله الاكلات الاقتصاديه. لو عندك صدر فرخه ولو صغير او عندك كم قطعه بانيه، النهارده هنعمل اكله هتكفي كذا شخص، وكمان كان في مكرونه لسه فاضله، يعني ممكن تغري فيها في سيرفيس او في حاجه اكبر من اللي انت شايفاه. بصوا بقى يا حلاوه المكرونه الاسباجيتي، وعاملينها زي ما انتم شايفين كده محتفظه بشخصيتها وطعمها خطير. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. جبت القطع الفراخ قطعتها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، قطعها القطع اللي تعجبك. جبت هنا كوبايه زبادي، ما عندكيش زبادي بقولي البدائل. هنحط نص كوبايه لبن مع معلقتين 3 خل، وهنحط البهارات، وهقول لكم البهارات دي عباره عن ايه. هنا حوالي 4 5 معالق من زيت الزيتون، ما عندكيش زيت زيتون ممكن تستبدليه بزيت عادي. حطيت هنا توم مفري، جنزبيل، بهارات. لو عندك بقى بهارات حواوشي، لو عندك بهارات شاورما مفيش مشاكل. حطينا بصل بودر، توم بودر، وكزبره. عندك شيلي بودر، عندك هريسه شطه او شطه بودر، ضيفي اللي متوفر عندك. هنا جبت الماده الدهنيه، ممكن زيت سمنه المتوفر عندك، وقدحته كويس جدا، يعني سخنته كويس جدا، ونزلت بقلب قطع الفراخ عشان تعمل صدمه. وفي نفس الوقت بشرت بصلايه وبصلايه جوانح زي ما انتم شايفين كده رفيع. بعد كده شوحتها وضفت فلفل الوان، فلفل سبايسي، فلفل رومي. ضيفي ميكس فلفل اللي يعجبك. على فكره طبعا حطيت ملح، وما تنسوش ممكن لو عندك دبس رمان صويا صوص هتحطي معلقتين ومعلقتين. زي ما انتم شايفين كده هي نزلت ميتها، وميتها هي اللي هتسويها منها فيها. لو حسيتي ان هي شربت ميتها ممكن تضيفي ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه على حسب كميه الفراخ اللي انت مقطعاها. زي ما انتم شايفين كده ضفت بعد كده لما دخلت على السوا، ضفت طماطميه واحده عاينه القلب بتاعها قطع صغيره. يعني كانت الفراخ قربت تستوي، ضفتها لان انا مش عايزه اسبكها فيها، ومش عايزه صلصه كتير او طماطم كتير. انا يا دوبك بتدي طعم للقطع الفراخ اللي انا مقطعاها. زي ما انتم شايفين كده. فلفل اسمر، طبعا حطيت فلفل اسمر. اهم حاجه الجنزبيل ما تنسوش. اول ما استوت زي ما انتم شايفين كده، كنت في الفتره دي بقى طبعا عملت المكرونه. اهم حاجه في المكرونه يا جماعه ما تسووش المكرونه على الاخر، لازم كده يبقى فيها يعني ايه، نيه سنه علشان تدي طعم حلو، تبقى محتفظه بشخصيتها ومش مهريه. زي ما انتم شايفين كده التركايه دي بقى بتدي طعم حلو قوي لقطع الفراخ او الشاورما اللي انا عاملاها. جبت فحمايه وولعتها على النار، وبعد كده حطيتها على ورق من الالومنيوم او طبق صغير الومنيوم او صاج اي حاجه. بعد كده جبت من السمنه او الدهون اللي نزلت من الفراخ، حطيتها على القطع على الفحمايه. وبعد كده بهويها عشان تطلع دخنه، وبغطيها 10 دقايق لغايه ما تطفي. تدي طعم حلو قوي. هي ريحتها وانا بسويها كانت خطيره. زي ما انتم شايفين كده المكرونه هي ما كانتش سباكيتي بس، هي كانت مشكله، بس السباكيتي يعني اكتر. زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها في شكل حلو، وريحتها يا جماعه كانت خطيره. ان شاء الله تعجبكم. لو عجبك يا ريت تعمل لايك وشير واشتراك في القناه، متنسوش تفعلوا الجرس. عملنا بصدر فرخه او بكم قطعه بانيه زي ما انتم شايفين كده. ممكن تزودوا البصل، ممكن تزودوا قطع الفلفل. اعملوا اللي يريحكم. المهم ان هي اقتصاديه نوعا ما عن الاسترفيس اللي قدامكم ده. على فكره لو جبناه من اي مطعم هيبقى غالي جدا. زي ما انتم شايفين كده عملناها بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه، وان شاء الله تعجبكم. وبالف هنا وشفا. زي ما انتم شايفين كده المكرونه خطيره. اهم حاجه انا بضرب دايما قرن فلفل مع صلصه المكرونه، بتدي طعم حلو قوي وسهله.